السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من مسلسل حكايتي. في هذه الحلقة غادي نشوفوا منار اللي كانت معصبة بزاف من بعد ما عرفت بلي صابر هو اللي جاب شيرين باش تبرح ليها بالنخاع الشوكي، ولبيس اللي حاولت تمنعها ما دير حتى حاجة، ولكن منار ما سمعتش ليها ومشات بسرعة. وغادي نشوفوا شيرين اللي سرقات الأم ديال الفلوس اللي عطاها صابر باش توصلهم لمنار، وغادي نشوفوا كذلك ردة الفعل ديال جيدة من بعد ما عرفت أن سالي خبرات منار بلي طرداتها من العمل. وغادي نشوفو أشنو غادا دير، وغادي نشوفو منار اللي ما قدرش تحمل ومشات للمنزل باش تعرف من شيرين الحقيقة، وغادي نشوفو أشنو دارت تما. وغادي نشوفو كذلك جيداء اللي وقعت في مشكلة في المكتب ديال سالي. المهم البداية غادا تكون من المنزل ديال منار اللي خرجت بسرعة من بعد ما عرفت من لاميس أن صابر هو اللي جاب شيرين للمستشفى باش تبرع ليه بنخاع شوك. تبعات لميس باش منها، ولكن منار ما سمعتش ليها. هي خبرتها باللي هما اللي قالوا صابر باش يبحث عليها ويلقاها وخلات تبرع ليها. منار طلبت منها باش ترجع للمنزل وتخليها. لميس رجعت القهوة وسولات يوسف على عارف، هو قال لها بعدوا لي من ولدي. من بعد مشات عنده المنزل خبرته بداكشي اللي وقع. عارف قال لها اشنو بغيتيني ندير، انا اشنو دخلني فهادشي، واش نتصل بيه ونقول ليه حشومه هادشي اللي كديري فيه، حيت صابر شخص محترم مستحيل يدير هادشي. من بعد قال لها حتى لا طلبتي مني شي حاجه اخرى ما غاديش نديرها من اليوم، انا ما غاديش ندخل في هاد المشاكل. ودخل المنزل وخلاها. خديجه اللي كانت في المطبخ وجبدات الفلوس وخدات منهم واحد المبلغ، دخلت عند شيرين قالت لها انتي شنو تديري بهاد الكرسي. وخديجه قالت لها انا بغيت نجبد واحد الكاس ولكن ما لقيتوش. من بعد خبراتها باللي غادا تخرج، وفاش كانت غادا خارجه سولها عمر وهي كذبت عليه قالت لي غادا تمشي للبنك باش تسحب شي مبلغ من فلوس تعويضات. وعمر قال لها انا غادي نمشي معاك، من بعد غادي نمشيو للسوق. وهي قالت لي غير خليك حتى شي مره اخرى، انا غادي نرجع ومن بعد غادي نمشيو لعند منار. من بعد مشى للصالون وشيرين جابت ليه القهوه وسولاتو فين مشات الام ديالها. عمر قال لها بلي مشات تسحب شي فلوس بالمبلغ ديال التعويضات. وشيرين بقات كتعمر ليه في راسو وكتقول لي هاد المدير ديالها ما عنده حتى شي شغل من غيرها. هي كرفض في الاول يعطيها التعويضات، ما عرفتش كيفاش تذكرها دابا وكيفاش صرف ليها التعويضات بهاد السرعه. عمر قال لها انت اشنو باغا توصلي ليا بهاد الكلام، وهي خبراتو بلي ما باغا توصل ليه حتى حاجه، هي غير كتفكر في صوت عالي. من بعد دخلت المطبخ وبقات كتقلب على الفلوس ولقاتهم وخباتهم، ورجعت الغرفه ديالها وبقات كتضحك حيت عارفه واخا تاخدهم الام ديالها ما غاداش تقدر تقول حتى شي كلمه، حيت هي اصلا كذبات على الاب ديالها. لميس اتصلت بجيداء اللي جاوبتها وقالت لي انا ما يمكنش لي نخلي العمل ديالي ونجي لعندك. ولميس قالت لها بلي عرفت كلشي من منار وخبراتها بلي سالي طرداتها. المهم طلبت منها باش ترجع للمنزل بسرعه حيت منار واقع في مصيبه. جيداء تعصبت بزاف، قالت لي كيفاش سالي خبرات منار بهادشي، انا غادي نمشي نتفاهم معاها. وقطعت الاتصال. لميس حاولت تتصل بها ولكن ما جاوبتهاش. المهم كلشي كان معصب. خديجة كانت باغا توصل الفلوس لمنار اللي كانت معصبة بزاف، وكانت غادا لعند شيرين باش تفهم اشنو اللي واقع. وجيداء اللي كانت معصبة من سالي وما سمعش كلام لاميس كله ومشات لعندها. خديجة رجعت المنزل وعمر قال لها واش بصح صرفوا لك التعويضات بسرعة. خديجة قالت لي وعمر خبرها بلي شيرين كتقول بلي ما صرفوش لك التعويضات حيت ما يمكنش هادشي بهاد السرعة. وخديجة قالت لي وانت من امتى كتصدق كلامها. من بعد مشات للمطبخ ولاحظت بلي شيرين ما شرباتش القهوه ديالها، بقات كتشوف المكان اللي مخبيه فيه فلوس. من بعد شيرين جات وسولات على الملابس ديالها، وخديجه سولاتها علاش ما شرباتش القهوه. شيرين قالت لها ما عجبتنيش، انا غادا نشري ماكينه. ورجعت الغرفه ديالها. خديجه شكات في كلامها حيت عرفها كتكتب بزاف، وخدات الكرسي باش تشوف واش فلوس كاينين ولا لا. في نفس الوقت وصلت منار. عمر قال لها عمرك طويل، يلا كنا كنتكلموا عليك انا والام ديالك، كنا غادي نجيو لعندك حيت صرفوا ليها التعويضات. منار دخلت قالت لهم انا جيت بغيت نتكلم مع شيرين. عمر قال لها اشنو بغيتيها. خديجه قالت لها هي بغات تتكلم مع الاخت ديالها. هو قال لها فاش كيكون الموضوع كيخص شيرين ما كاينه لا اخوه ولا حتى حاجه. المهم منار كانت غادا للغرفه ديالها باش تكلم معاها. عمر قال لها واش غادي تكلموا بوحدكم. ومنار قالت لي انا غادي نتكلم معاها قدامكم، ما كاين حتى شي مشكل. انا غنسولها شي اسئله على الليله اللي جات تبرعت ليا فيها، شكون اللي جابها. عمر وخديجه بقاو غير كيشوف. من بعد نادات عليها وشيرين خرجت وسولاتها كيفاش صابر قدر يلقى المكان ديالها.
شيرين قالت لها في هذيك الليله حتى واحد ما كان عارف المكان ديالي، كلشي كان كيبحث عليا. في الحقيقه انا كنت عند الحبيب ديالي. ومنار قالت لها اكيد انت كتكذبي. وشيرين قالت لها كيفاش زعما، واش بنت لك خايبه؟ غير انت اللي يكون عندك حبيب وانا لا. منار تعصبات وقالت لها جاوبيني بسرعه، صابر كيفاش قدر يلقى المكان ديالك؟ وشيرين بغات تعصب وبقات كتضحك في وجهها، قالت لها حتى انا ما عرفتش كيفاش. منار قالت لها اكيد انت كنتي عارفه المكان ديالو من اليوم اللي اختفى فيه. وشيرين قالت لها انا ما بساليش لهاد السخافه ديالك. من بعد مشات بسرعه للغرفه ديالها وسدات عليها الباب. خديجه طلبات من منار تهدن وخداتها للمطبخ باش تحضر ليها الفطور، ولكن منار ما قدراتش تصبر، وخدات واحد الصحن وكسرات الزاج ديال الغرفه ديال شيرين اللي خافت بزاف، وبقات كتغوت عليها وكتقول ليها خرجي. خديجه سولاتها واش هي بخير، وشيرين غوتات وقالت لها انا بخير ولكن ما نقدرش نخرج، هي غادا تنهي لي حياتي. وقالت لمنار اشنو درتي؟ واش انتي مجنونه؟ كسرتي الباب ديال الغرفه ديالي. منار سولات على المكان ديال صابر واشنو وقع ليه، ولكن شيرين نكرات قالت لي انا ما كنعرفش المكان ديالو. منار اعتذرت منه حيت ما قدرتش تحكم في الاعصاب ديالها، واعتذرت حتى من شيرين قالت لي انا ما قدرتش نتحكم في الاعصاب ديالي وغادي نتولك لاخر مره بهدوء فينا هو صابر. وشيرين خدات الحقيبه ديالها وخرجت من الغرفه وقالت لي اسمعي ليا، انا عندي حياتي الخاصه وباغي نعيشها وما مساليش هاد الجنون ديالك. انا غادي نمشي نشوف جواد الراجل اللي كنبغي. منار لبست المعطف ديالها قالت لي انا غادي نمشي معاك باش نشوف هاد الحبيب ديالك. وشيرين خبراتها بلي ما غاديش نخليوها تدخل بهذا المنظر. وخديجه قالت لها هادوك الناس ماشي بحالنا. ومنار تعصبت قالت لها واش كتقولي هادشي حيت انا لابسه هاد الحوايج؟ المهم خديجه ما بغاتش تمشي لعند جواد باش ما تلاقاش مع صابر. شيرين ومنار خرجوا من المنزل، فعمر ما قدرش يتحمل هاد الصدمه وكان غادي يطيح. وقال لخديجه كون غير خبرناه حنا بلي صابر مزوج وعنده 2 ديال الاولاد، وبلي ما فهمش علاش شيرين كذبات عليها وما خبراتهاش بالحقيقه. خديجه قالت لي يمكن ما بغاش تقلق الاخت ديالها. وعمر قال لها بلا ما تعصبيني كنا كنعرفوا بلي شيرين ما كيهمها حتى شي واحد من غير نفسها. شيرين قالت لمنار انتي زدتي فيه، واش بعقلك باغا تمشي معايا وباغا تبقاي لاصقه فيا بحال الدل ديالي؟ وطلقات مع الجيران في الحي. قالت لهم هذه هي الاخت ديالي، هي ما كتشبهش ليا، هي معقده واحد شويه. من بعد ركبوا في الطاكسي ومشاو. جيداء جات المستشفى عند سالي وكانت معصبه بزاف، ولكن ما لقاتهاش في المكتب ديالها. خدات الحبر ووسخات ليها الملابس ديالها. من بعد خرجت، فاش كانت غادا تخرج من المستشفى جات سالي وقالت لها جيتي باش تشوفيني، انا كنت غادا نجي لعندك ونعتذر منك. جيداء خبراتها بلي جات تزور شي واحد في المستشفى، وسالي شرحت لها بلي هي ظلماتها وما كانش عارفه ان انور ولي حاط اللعبه في الحقيبه ديالها. خداتها للمكتب حكيت لها القصه من الاول واعتذرت ليها وطلبت منها ترجع للعمل ديالها، واذا رفضت غادا تفهم القرار ديالها حيت هي ظلمتها واتهمتها بالسرقه. المهم جيداء طلبت منا مهله باش تفكر مزيان حيت ما تقدرش تنسى كلشي بهذه البساطه. من بعد سالي لاحظت القرعه ديال الحبر فارغه، وجيداء توترت بزاف وقالت لي انا خديت من وقتك بزاف وغادا نمشي بحالي دابا حيت مشغوله، وطلبت منا تبقى مرتاحه. فاش خرجت من المكتب سالي لاحظت بلي الملابس ديالها موسخين. قالت جيداء وقفي. جيداء قالت لها واش واقع شي حاجه؟ وسالي طلبت منا باش تدخل باش تشوف هادشي. وجيداء دارت راسها ما عارفه والو وقالت لها شكون اللي يقدر يدير هادشي؟ وسالي قالت لها انا متاكده بلي هادشي كان نظيف، اكيد شي واحد قاصد هادشي، شكون هاد المجنون اللي دار هادشي؟ المهم جيداء طلبت منها باش ما تضايقش نفسها، وسالي لاحظت الحبر في اليد ديالها. جيداء ما قدرتش تكلم، وسالي قالت لها عندك اتصلي بيا ولا تخليني نشوف وجهك، وسدات عليها الباب. وكانت هي النهايه ديال الحلقه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، شكرا لكم على التتبع ديالكم، الى اللقاء.